السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وجبة اقتصادية سهلة وبسيطة، هنحضرها في أقل وقت، وكمان قيمتها الغذائية عالية، يعني تقدري تعتمديها كوجبة غذائية كاملة. شايفين اللون والفلفلة بتاعت الرز مع السلطة، حاجة في منتهى الروعة والجمال. يلا بينا على الطريقة. أنا هنا عندي بولة هنزل فيها ب2 كوب من الرز المصري العادي، هنزل عليهم ب2 كوب من العدس الأصفر نفس الكمية. في حلة على النار هنزل بمعلقتين من الزيت، عليهم مكعبين من الزبدة، وهنزل عليهم ببصل مقطع مكعبات. ابتدي اشوح البصل لحين انه يدبل، اهم حاجة ما ياخدش لون غامق. هبتدي اقلب واول ما البصلة توصل معايا باللون ده هنزل عليها بالرز على العدس. انا هنا غسلتهم وجففتهم خالص من المية. ابتدي اشوحهم مع البصلة لمدة لا تقل عن 7 دقايق. اهم حاجة تشوح كويس معايا عشان دي سر الفلفلة بتاعت الرز. اضيف عليه معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من المرقة الفورية، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة من الكمون. ابتدي اقلب المكونات مع بعض. هنا بعد ما تشوحوا مع بعض هنزل عليهم بماء ساخن، اديهم تقلبتين وبعد كده هغطي. وهنا كان شكله لما نضج معايا، شايفين مفلفل ازاي وطعمه رائع بجد، هيعجبكم جدا. وكمان وجبة اقتصادية تنفع بقى في الزنقات، تنفع لو انتي اصلا مش قادرة تعملي اكل، مش قادرة تدخلي المطبخ، وتتحضر بكل سهولة مع بقى طبق السلطة في منتهى الروعة والجمال. اتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم. يلا جربوها وقولوا لي ارائكم في الكومنتات.